رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. إنني أعلم علم اليقين أن مصر سوف تتجاوز أزمتها، لن تنكسر إرادة شعبها، ستقف على أقدامها من جديد بصدق وإخلاص أبنائها كل أبنائها، وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين. سنثبت نحن المصريين قدرتنا على تحقيق مطالب الشعب بالحوار المتحضر والواعي. سنثبت أننا لسنا أتباعا لأحد ولا نأخذ تعليمات من أحد، وأن أحدا لا يصنع لنا قراراتنا سوى نبض الشارع ومطالب أبناء الوطن. سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين وبوحدة وتماسك هذا الشعب، وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة، فهي أساس وجودنا وجوهره لأكثر من 7000 عام. ستعيش هذه الروح فينا ما دامت مصر وشعبها. ستعيش هذه الروح فينا ما دامت مصر ودام شعبها. ستعيش في كل واحد من فلاحين وعمالنا ومثقفينا. ستبقى في قلوب شيوخنا وشبابنا وأطفالنا، مسلميهم وأقباطهم، وفي عقول وضمائر من لم يولد بعد من أبنائنا. أقول من جديد أنني عشت من أجل هذا الوطن، حافظا لمسؤوليته وأمانته، وستظل مصر هي الباقية فوق الأشخاص وفوق الجميع. ستبقى حتى أسلم أمانتها ورايتها، هي الهدف والغاية والمسؤولية والواجب، بداية العمر ومشواره ومنتهاه، وأرض المحيا والممات. ستظل بلدا عزيزا لا يفارقني أو أفارقه حتى يواريني ترابه وثراه، وستظل شعبا كريما يبقى أبد الدهر مرفوع الرأس والراية موفور العزة والكرامة. حفظ الله مصر بلدا آمنا، ورعى شعبه وسدد على الطريق خطاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.